الحمد لله حمدا كثيرا مباركا، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مديراتي الفاضلة، أساتذتي المحترمين، طالباتي الكرام. النهارده طبعا احنا بنحتفل بذكرى حرب أكتوبر. امبارح وأنا بعد البرنامج أنا سألت البنات أنتوا تعرفوا إيه عن حرب أكتوبر؟ هما كلهم جاوبوا وقالوا احنا انتصرنا يا أبلة في حرب أكتوبر. بس هما مش عارفين ايه الأحداث، مين الدول اللي اشتركت في حرب أكتوبر. حبيت إن أنا أجمع المعلومة دي في كلمة صغيرة أعرفها لكم. طبعا هي كانت يوم 6 أكتوبر سنة 1973. حصل هجوم مفاجئ على القوات الإسرائيلية، هجوم للجيش المصري على جبهة سيناء المحتلة وتم بالفعل استرداد سيناء، وهجوم للجيش السوري على هضبة الجولان المحتلة وبرضه استردينا سيناء. حرب أكتوبر دي لها 3 أسماء، حرب أكتوبر أو حرب العاشر من رمضان، وطبعا ده أطلقه مصر. حرب تشرين التحرير وأطلقوا عليها سوريا. حرب الغفران واللي أطلقوا عليها إسرائيل. حرب أكتوبر دارت في غضون بضع أيام، بدأت في ليلة 4 و5 أكتوبر. اتسللت قوات المهندسين بالليل على الضفة الشرقية وسدوا فتحات الأنابيب اللي بتنقل اللهب لقناة السويس. يوم 6 أكتوبر بالظبط دي كانت نجحت القوات المصرية في إنها تعبر قناة السويس وإنها تحطم خط برلين وتستولى كمان على معظم الشواطئ الشرقية للقناة، وتدمر 15 طيارة و85 دبابة و56 عربية نصف جنزير. يوم 15 أكتوبر تم تدمير 9 طيارات للعدو الصهيوني و43 دبابة و4 بطاريات مدفعية. يوم 20 أكتوبر أوقفت السعودية والجزائر إنها تصدر البترول بتاعها للولايات المتحدة الأمريكية، وتم استعادة 15 طيارة للعدو الصهيوني. في يوم 21 أكتوبر أوقفت الكويت وقطر والبحرين أيضا تصدير بترولها وتم إسقاط 25 طيارة ودبابة. وأخيرا في يوم 22 أكتوبر صدر قرار مجلس الأمن رقم 338 بوقف إطلاق النار على جميع الجهات لمصر، وعاد النصر لمصر. تحيا مصر.